احرصوا عباد الله على أبنائكم وبناتكم، فنحن في زمن خطير خطير. الحرب شديدة اليوم علينا وعلى الإسلام وعلى الشباب. راقبوا أولادكم، وقبل المراقبة ربوهم تربية حسنة، تربية إسلامية. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. من الأساس ربيه على الإسلام تربية صحيحة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عزز فيه مراقبة الله، لأنه إذا نشأ من نعومة أظفاره وهو يخاف الله ويراقب الله، خلاص هذا ما بيخاف عليه، يتقي الله في السر والعلن. قبل المراقبة أول شيء التربية، كن له قدوة حسنة في البيت. الزوجة كوني عونة لزوجك، ما تكوني فاجرة وتوقفي أمام زوجك. لا حرام، معلش خلي الفيس مع البنت، حرام ابنك يعنك مثل هالشباب كلها فاجرة. كوني عونة لزوجك. ما في داعي للتطبيقات في البيت، ما في داعي الولد يكون معه تطبيقات، ما في داعي. اليوم البرامج تعرض صورا تفتل الجبال، لكن نحن نكون عم نحضر خطبة ولا عم نحضر درس، أقسم بالله تعرض صور تفتل الجبال، تفتل الجمادات. فما بالك بالشباب والبنات؟ ما بالكم عباد الله؟ راقبوا أولادكم، راقبوا بيوتكم. الأمر خطير، والله العظيم الأمر خطير. حصنوهم بالأذكار، حصنوا بيوتكم بالدعاء. البيوت اليوم الشياطين معشعشة فيها، لأنه ما فيها ذكر ربنا، ما فيها ذكر الله عز وجل. اذكروا الله في بيوتكم بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، حتى يبارك الله بهذا البيت وبأهله. حصنوا أنفسكم بالأذكار، حصنوا أولادكم بالدعاء. نحن ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. توجهوا إلى الله، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.